مهما قلت ومهما وصفت ومهما قلت من شكر للشعب التونسي مش حنقدر انه فيه شكري له، سواء جمعيات خيريه او اشخاص. يعني نحن لما جونا نازحين من البريقه ومن جدابيا ما شفتش مثلا، صح نحن الليبيين وفرنا لهم مدارس ومكانات وكذا، بس ما شفتش شاب متجوز وعنده حوش مثلا وعنده طفله وحده او طفلين، سيب حوشه ومشى قعد مع هلا وخلى الحوش لاسره ليبيه. هذا حدث في تونس بنسبة 90%. الشباب التونسيين حديثي الزواج تركوا بيوتهم وذهبوا مع أهاليهم وخلوها للليبيين بدون مقابل وبدون أجر. عدد بسيط جدا لطلب أجر، وكان 60 جنيه أو 100 جنيه، ولا يمثل شيء في تونس، لأن تونس طبعا كل شيء فيها عندها بعض الغلاء في المعيشة. نقطة أخرى، المهاجرين في فرنسا كان الفترة هذه يردوا فيها كصيف وكسياحة، لما عرفوا أن منازلهم فيها لاجئين ليبيين ما رجعوش لتونس وبقوا في مكاناتهم في فرنسا. وفي اللي عادوا وقعد مع اهله، مع انه عنده يعني ما نقولكش منازل عاديه، منازل بصدق انا اتمنى تكون عندي منزل زيهم. في بعض منهم فيلل مش منازل ومسيبينها باثاثها بما يبوها، ويخش التونسي يقول لك تفضل تعال هذه في اسره، لا في اسره ليبيه هنا، في اسره من زنتانه. طبعا احنا ماشيين مش عارفين وين المكانات، الشباب والشيوخ والرجال حتى نساء تونسيات. يعني انا اتذكر والله في حي الرقبه استوقفتني مرأة تونسية وأنا مصورتها معايا لأنها فعلا تستحق التقدير والشكر. قالت لي معلش يا أختي تعالي هنا، أنت علاش تسألي على الأسر الليبية؟ خافت. لما طلعت لها تعريفي كمنظمه دوليه وقلت لها انا جايه نتواصل مع النساء هوني، قالت لي اوكي تفضلي بارك الله فيك، بس انا حبيت نسال لاني خفت، وانتوا ندري انتوا شيء تبوا تديروا. يعني شوف هذه حتى مرأة على مستوى هي لديها وعي وخوف امني على الاخوه الليبيين والاخوات الليبيين، وبالطبع تونس في تونس كانت الثورات العربيه، وحتى الان وهي تونس هي فتيل الثوره العربيه، وامتد هذا الفتيل الى بقيه المناطق العربيه.